النهارده معايا صيانة مكنة بروف 500. المكنة دي كنا احنا بايعين هنا المركز هنا من حوالي كده عدت سنتين تقريبا، سنتين ما شاء الله. كان عددها تقريبا ألوان كان 100 لا 130 140. 130 ألف و 140 ألف ألوان، وأسود كان 30 ألف برضه حاجة كده يعني. هي كانتش مجمعة كلها على بعضها 170 ألف ورقة. النهارده ما شاء الله المكنة الكاونتر بتاعها 73 ألف ألوان و 37 ألف بس، يعني دخلت في 400 وشوية، 410 420. احنا تقريبا يا دكتور غيرنا في النهارده، غيرنا درام وشفر. درام وشفرة قبلها غيرنا حاجه لا لا بس ما حاجة. شاء الله ما شاء الله. ده نتيجه الحبر الاصلي. حلو بس. اللي عايز اوصله للناس برضو في الفيديو ده، اللي عمل عشان الفيديو الحبر الاصلي في المكن ده يا جماعه. طول الناس كانت بتشتكي ان المعدات ال 500 مش عاليه والضربات بتدوس بسرعه والكلام ده، لكن لو انت من اول يوم استخدام المكنه دي شغال حبر اصلي بس، وما لعبتش في الحبر وما عكتش في المكنه، وطبعا الموضوع برضو لازم المكنه تكون حالتها كويسه برضو، ما تبقاش مكنه جايه شينه برضو ونتكلم فيها الكلام ده يعني. ان شاء الله تاخد صوره ثابته وصوره نظيفه من اول يوم لحد اخر يوم. معدلات ما شاء الله المكنه دي تقريبا النهارده بنتكلم في داخله في حوالي 250 الف ورقه تقريبا او 300 الف، او اقول 250 الف ورقه تقريبا بفضل الله تعالى. ما غيرناش شمعه ولا شفره ولا درام قبل النهارده اولنا خالص في التغيير. غيرنا درام وشفره النهارده في لون واحد من الاربع الوان يعني. بس في الحبر يا جماعه، الحبر في المكن ده اشتغل اصلي هتلاقي المكنه معاك مرتاحه وتعرف تاكل عليها عيش جدا، من غير مشاكل، من غير اعطال، من غير وجع قلب. وهتتبسط بالمكنه ايا كان المكنه ايه يعني. مش بتكلم عن المكنه دي تحديدا، بتكلم عموما في الريكو اللي انا بعرفه. مثلا الريكو يعني الريكو البرو بالذات الشغل الاصلي المكنه تاخد منها انتاجيه عاليه جدا، وشغل ما شاء الله كويس جدا جدا. السلام عليكم.